وهذه الاحتفال عموما في ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم، فنعم الاحتفال هذا. وهذا الحياء بهذا المعنى لا يمكن أن يضاف إلى الله تعالى، وهذا يمكن أن في مثله ينشد قول المقاري في إضاءة الدجنة: واللفظ إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق فاصرفه عن ظاهره. فبعض العلماء يصرف هذا اللفظ، يصرف معنى الحياء عن ظاهره. فعندما تكلم عن صفة الحياء ذكر مذهب التفويض على أنه مذهب لأهل السنة، وذكر مذهب التأويل والمجاز في الأسماء والصفات، مع أن المجاز في الأسماء والصفات أن المجاز لا يدخل في الأسماء والصفات عند القائلين به من أهل السنة بالإجماع، كما حكى الجماعة بن عبد البر في التمهيد. وذكر أيضا مذهب الأشاعرة المؤولة، وأخذ حتى إنه في مقطع آخر أراد أن يصحح فوقع في نفس الخطأ. فهو إما أن يكون ملبسا، وأنا ألاحظ عند إجابته على بعض المسائل العقدية المهمة لا يكون له جوابا صريحا يبين موقفه من المسألة، سواء في مسألة المولد أو حتى في مسألة الأسماء والصفات، وهذه تجعل الشبهة تحوم حول هذا الرجل. المراد أن هذا الرجل ليس معروفا بدعوة التوحيد والسنة. إلى الآن ما زال الشيخ الصديق الجليل المفتي ليبيا حفظه الله ونفع بالمسلمين يصلح بين الناس. قال لي ما عندي وقت للعلم التدريس ما كاينش وقت لهذا. هو لا في التليفون يمكن له قبول عند الناس وعند الشباب وعند الكبار. والشيخ سيد قطب ممن فعل هذا الفعل وقام بهذا العمل، وأنصح الشباب والطلاب أن يقرأوا كتبه. من حج مرة ومن اعتمر مرة فلا ينبغي أن يدفع آلاف الريالات في جيوب حكام السعودية ليقتلوا به أبناء المسلمين. الأموال الفاسدة من الإمارات ومن حكام السعودية الظلمة الذين يسمون أنفسهم، يسمي ملكهم نفسه خادم الحرمين، وهو خادم الشياطين وخادم القتلة.